وقال قائل: إن الأسد والغنم والوحوش كانت ترعى في موضع واحد في خلافة عمر بن عبد العزيز. وكان القائل يتخيل العدل والسلام في دولة الإسلام: الأسد يرعى مع الغنم في موضع واحد. لماذا جئت إلينا؟ ألست واليا على خراسان؟ يا أمير المؤمنين، بلغني كتابك فجئت إليك، وقد خلعت نفسي عن ولاية خراسان. ماذا؟ خلعت قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين، فخلعت نفسي. وما الذي خلع قلبك؟ قولك يا أمير المؤمنين، قولك: أذكرك طول سير أهل النار مع خلود الأبد. والله يا مولاي لا أعود إلى ولاية أبدا. وعندما استتب العدل رعى الأسد مع الغنم في موضع واحد. وأصبح أمير المؤمنين الذي يحكم نصف العالم يقول كلمة الإسلام في دمشق، كلمة الحق والعدل والسلام. يا ميمون بن مهران، وليتك ولاية خراسان. أخاف يا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. مما تخاف؟ ألست تحمل القرآن في عقلك وقلبك؟ نعم يا أمير المؤمنين، ولكن كتبك ورسائلك التي ترسلها إلى الولاة تخلع قلوبهم. يا ميمون، اتبع الحق، وإذا جاءك كتاب مني على غير الحق فاضرب به الأرض. كيف أضرب بكتاب أمير المؤمنين الأرض إن كان على غير الحق؟ الدنيا كلها شهدت أنك على الحق، لا تعمل إلا بالحق ولا تقول إلا الحق يا أمير المؤمنين. وأنت أتخاف من الحق؟ لا يا أمير المؤمنين، من سار معك على طريق الحق لا يخاف من الحق. ولك ما تريد من مال حتى لا تمتد يدك إلى مال. ولك مني يا أمير المؤمنين السمع والطاعة. الطاعة ليست طاعتي، ولكنها طاعة الله ورسوله. وإذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فتذكر قدرة الله عليك. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ورفع عمر بن عبد العزيز سنن الإسلام وفرائضه وشرائعه، وجعلها نورا وهديا في دولة الإسلام. واستكمل في عز دولة الإسلام هذه السنن والفرائض والشرائع، وقال: إن من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد عليه السلام، وإني لست بقاض ولكني منفذ، وإني لست بمبتدع ولكني متبع. إن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم، ألا إن الإمام الظالم هو العاصي. ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. وكان عمر بن عبد العزيز هو الرجل الذي باع الدنيا واشترى الآخرة، وكانت الدنيا كلها في يده. الزاهد الجالس في صومعة لا يملك من الدنيا شيئا، ولكن الزاهد الجالس على عرش الدنيا
هو الذي كان يملك من الدنيا كل شيء. يا أمير المؤمنين، هذه هدية من أحد أمراء بني أمية. ردوها إليهم. لست في حاجة إلى هدية، أنا في حاجة إلى هداية. الهدية لا ترد يا أمير المؤمنين، وهي من أهلك، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية. ماذا تقول؟ الهدية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه مقبولة على أنها هدية، ولكنها لمثل رشوة. ردوها إلى أصحابها. يا أمير المؤمنين، إنها صندوق تفاح لا يساوي دينارا، فكيف نصنع؟ يا رجل، اصنع ما قلت لك. لا تفتحوا أبواب الشر أمام الناس. اليوم يهديك تفاحا، وغدا يهديك ذهبا وهاجا. وكان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء، أعاد للإسلام روحه، وبعث فيه ما جدده، وقال كلمته: إنني متبع ولست بمبتدع. قلت لكم: لا كتاب بعد القرآن، ولا نبي بعد محمد عليه السلام، فاجمعوا لي أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صدور الرجال. جمع منها الشيخ سعيد بن المسيب أحاديث شريفة يا أمير المؤمنين. أعلم ذلك، وأريد أن تبعث إلى سعيد بن المسيب من ينسخ لنا كتبه التي جمع فيها الأحاديث، وتابعوا من بعد جمعها وروايتها، فالإسلام قرآن وسنة. يا عمر بن عبد العزيز، من أنت؟ ولماذا تصيح هكذا في مجلسي؟ أنت ظالم، أنت ظلمتني. كيف ظلمتك؟ تكلم يا أخي. قلت لك أنت ظالم وتدعي العدل بين الناس. قلت لك تكلم، ولكن لا تتجرأ، وإلا أمرت بك فتلقى في السجن. أعلم أنك تستطيع أن تحبسني في سجنك بعد أن سلبت أموالي. وما هي أموالك؟ ضيعة في حلب منحني إياها الوليد بن عبد الملك. ولماذا منحك الوليد هذه الضيعة؟ خدمته خدمة خاصة فمنحني الضيعة. وماذا كنت تعمل مع الوليد بن عبد الملك؟ كنت أسمعه أجمل ألحان المغنيات. وطرب وعجب ومنحك من مال المسلمين ضيعة. نعم. ودخلت مجلسي وهو مجلس أمير المؤمنين وناديتني باسمي، وقد هممت أن أعلمك الأدب. يا أمير المؤمنين، لم أقصد إلى هذا. أنا لم أغضب يا غلام، ولكنك أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان. لا لا، قم، لا حاجة لنا في مقاومتك. انصرف عنا. يا أمير المؤمنين، كيف عفوت عن هذا الفاسق؟ يا رجل، متى أشفي نفسي من نفسي؟ أحين أقدر فيقال لي عفوت، أو حين أعجز فيقال لي لو صبرت. دعه يذهب. وكان عمر بن عبد العزيز في سلطانه الزاهد يضع مبادئ الإسلام في مكانها الصحيح بعد أن ملأ الله قلبه بالإيمان. كان زينة الخلافة بعد أن كانت الخلافة زينة للخلفاء من بني أمية، وجاء على رأس 100 الأولى للهجرة ليقول للناس: إني لست بخير من أحد منكم، ولكني أثقلكم حملا. ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ ألا هل أسمعت؟ وكان عمر بن عبد العزيز يدعو الناس إلى العلم، ويعطي لمن قطع للفقه ونشر العلم وتلاوة القرآن في كل عام 100 دينار من بيت المال. وأبعد عن بابه الشعراء الذين كانوا يمدحون الخلفاء وينثر عليهم الذهب، وفتح الباب للعلماء، وكان يقول: إن استطعت فكن عالما،
فإن لم تستطع فكن متعلما. وبسط العدل جناحيه على دار الإسلام، وكانت صيحة المظلوم في أقصى الأرض يسمعها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو في دمشق. وكان قد أمر باجتناب الأعمال عند حضور الصلاة، وأعلن في دار الإسلام أن من أضاع الصلاة فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد تضييعا، فامتلأت الدنيا بدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله.